بدأنا الترم الثاني، فأهلا بكل أحبابي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي. النهاردة معانا درس جديد بعنوان تحليل المقدار الثلاثي. هناخد النهاردة تحليل المقدار الثلاثي البسيط، والدرس الجاي هناخد غير البسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم مستر ياسر، ودي قناتكم قناة فيجن، وفيجن يعني رؤية، وإحنا هنا عندنا رؤية مختلفة. إنكم لازم تفهموا اللي بتتعلموه. إن شاء الله معانا هتفهموا وتتعلموا، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا من الأوائل بفضل الله تعالى. يلا بينا نبدأ مع بعض. قبل ما نبدأ درسنا لازم نعمل مراجعة مهمة جدا على التحليل بإخراج العامل المشترك. وأنا كان عندي العامل المشترك الأعلى بين الأعداد والعامل المشترك الأعلى بين الرموز. طب العامل المشترك الأعلى بين الأعداد، لو أنا عندي عددين أشوف عدد يقبل العددين الاسم عليه. تمام كده. طب ممكن لو هو لازم العددين، ممكن يبقوا 3، ممكن يبقوا 4، حسب عدد الحدود اللي موجودة عندي في المقدار بتاعي. طيب العامل المشترك بين الحروف متشابهة، هو الحرف اللي عليه أصغر أس، اللي عليه أصغر أس. ماشي. طيب تعالوا نشوف العامل المشترك بين الأعداد. ماشي. لو احنا عندنا عددين زي 2 و4، يبقى العامل المشترك الأعلى ما بينهم هو الاتنين. ليه بقى؟ لأن الاتنين تبقى الاسم على الاتنين، والأربعة تقبل الاسم على الاتنين، والاتنين هو عدد من العددين اللي موجودين معايا، فعادي ممكن يكون العدد اللي موجود من الأعداد اللي موجودة معايا هو العامل المشترك. صح؟ صح. وممكن ما يكونش موجود بين الأعداد زي كده. العامل المشترك الأعلى بين ال6 وال9. طيب ال9 ما تبقاش الاسم على ال6، ولا ال6 تبقى الاسم على ال9. طيب أعمل إيه؟ أشوف عدد تاني يبقى الاتنين دول اسم عليه، زي زي ال3. ال6 تقبل الاسم على ال3، وال9 تقبل الاسم على ال3. ففي الحالة دي نكون ال3 هو العامل المشترك الأعلى بين ال6 وال9. طيب العامل المشترك الأعلى بقى بين الرموز. تعالوا نشوف، قلنا هنختار اللي عليه أصغر أس، زي كده، زي كده بالظبط. احنا مثلا لو عندنا س وس تربيع، اخد السين ولا السين تربيع؟ طب تعالوا كده نشوف. انا لو خدت السين تبقى الاسم على السين، والسين تربيع تبقى الاسم على السين. صح. طيب لو انا خدت السين تربيع اللي هو الاس الاعلى او الاكبر، طيب السين تربيع تبقى الاسم على السين تربيع، لكن السين تبقى الاسم على السين تربيع لا. ماشي. ما تقبلش الاسم عليه. اذا عشان كده انا بختار بختار الحرف او الرمز اللي هو عليه الاس الاصغر. ناخد مثال كمان. لو احنا عندنا صاد اس 3 وصاد اس 2. طيب انا عندي هنا الصاد والصاد متشابهين. طب كلام جميل. اخد بقى اللي عليه الاس الاصغر. اخد التلاتة ولا الاتنين؟ يعني اخد اللي عليه الاتنين، يبقى صاد اس 2. يبقى صاد اس 3 هتبقى الاسم على صاد اس 2، وصاد اس 2 هتبقى الاسم على صاد اس 2. طيب ناخد مثال كمان. مهما يغير لي شكل الرموز، خلاص انا بقيت فاهم الفكرة. لو انا عندي م اس 4 وم اس 3، اخد اخد الميم اس 3، اخد اللي هو اسه اصغر زي ما احنا متفقين. تعالوا نفتكر مع بعض كده خطوات تحليل المقدار بإخراج العامل المشترك الأعلى. يبقى الخطوات بتاعتي: أول خطوة عندي إن أنا أوجد العامل المشترك اللي جميع حدود المقدار تقبل الاسم عليه، واكتبه. وبعد كده أفتح أفتح قوس بعد منه. طب بعد ما أفتح قوس خرجت العامل المشترك وأوجدت العامل المشترك اللي كل الحدود تقبل الاسم عليه بتاعة المقدار. بعد ما افتح قوس ايه اللي اعمله؟ اقسم كل حد من حدود المقدار على العامل المشترك بتاعي. يبقى اقسم كل حد من المقدار على عامل مشترك، وبعد كده ناتج القسمة احطه جوه القوس اللي انا فتحته. يبقى اكتب ناتج القسمة داخل القوس. تعالوا بقى ناخد امثلة ونطبق على الكلام ده ونفتكر مع بعض. حلل كل مما ياتي باخراج العامل المشترك الاعلى. اول حاجه عندي مديني 2 س اس 3 زائد 250. انا لاقي عندي هنا رمز واحد، يعني حد واحد هو اللي فيه رمز، وبقى والحدين الاتنين فيهم ارقام. يبقى اذا العامل المشترك عندي ابقى متاكد 100% ان هو هيكون رقم. طيب هنا ال 2 س اس 3 تبقى الاسم على كام؟ تبقى الاسم على 2. يبقى انا اخد العدد 2 هو اول حاجه كده اشوفه واجربه. يبقى 2 على 2 فالواحد، و250 على 2
فالمية خمسة وعشرين. إذا الحدين الاتنين يقبلوا الاسم على الإيه؟ على الاتنين. طيب الميتين وخمسين ينفع أخدها؟ لأ، لأن الاتنين مش هتبقى الاسم على 250. إذا يبقى هو الاتنين عندي هو العامل الإيه؟ المشترك. يبقى الاتنين هي العامل المشترك. بعد ما خدت الاتنين عامل مشترك فتحت قوس، وبعد ما فتحت القوس اخد بقى الحد اللي عندي الاول 2 س اس 3 على 2 يبقى تديني ايه؟ س اس 3. طيب بعد كده زائد هنا تتحط زائد هنا 250 هقسمها على الاتنين تبقى كام؟ 125. يبقى زائد 125. يبقى انا كده حللت المقدار بتاعي باخراج العامل المشترك الاعلى، وكان هنا الاتنين. طيب نروح للسؤال التاني. عندنا 2 س اس 3 ناقص 18 س. انا عندي هنا الحدين الاتنين فيهم رموز ورموز متشابهه، اذا يبقى انا عندي في العامل المشترك بتاعي متاكد ان هيكون في معايا رمز. كمان عندي اعداد، عندي 2 وعندي 18، يبقى انا هيبقى عندي العامل المشترك بتاعي مكون من ايه؟ من حد رقمي، حد مكون من رقم ورمز، حد مكون من ايه؟ من رقم ورمز. طب تعالوا نشوف كده. الرمز عارفين ان احنا هناخد اللي اقل اسا اللي هو السين. طب والعدد؟ الاتنين هي العامل المشترك اللي عندي. ليه بقى؟ لان الاتنين تبقى الاسم على الاتنين وال18 تبقى الاسم على الاتنين. يبقى العامل المشترك في الحالة دي يكون ايه؟ 2 س. يبقى العامل المشترك 2 س. افتح قوس وبعد كده اخد كل حد واقسمه على ايه؟ الاتنين س. العامل المشترك بتاعي 2 س اس 3 على 2 س. الاتنين تروح مع الاتنين، وس اس 3 على س نطرح الايه؟ الاسس. في حالة الاسم انا بطرح الاسس. 3 ناقص 1 ب2 يبقى س اس 2. يبقى ناتج الاسم كام؟ س اس 2. بعد كده عندي سالب 18. السالب تنزل زي ما هي سالب. 18 س 18 على 2 فالكام؟ فالتسعة. س على س فالواحد. س على س فالواحد. يبقى ايه؟ الواحد ما بيتكتبش، يبقى ايه؟ ناقص 9. طيب بعد كده السؤال التالت بيقول لي عندي 35 ألف زائد 10 ألف أس 3. يبقى أنا كده عارف برضك إن أنا هيكون عندي العامل المشترك بتاعي مكون من رقم ومكون من ايه؟ من رمز. ماشي. طيب نشوف كده. انا عندي هنا ال 35 تبقى الاسم على 10؟ لا. طب ال 10 تبقى الاسم على 35؟ لا. يبقى انا اوجد عدد الاثنين العددين اللي عندي دول يقبلوا الاسم عليه هما الاثنين. زي ايه؟ مثلا الخمسة. ال 35 على 5 فيها السبعة، وال10 على 5 فيها الاثنين. ماشي. طب وبالنسبة للرموز الالف والالف اخد اللي اقل ايه؟ اسة. واللي اقل اسا هنا الف اس واحد وهنا الف اس 3، يبقى اخد الالف اس ايه؟ اس واحد. يبقى 5 الف هيبقى عندي هو العامل المشترك. وبعد كده افتح القوس بتاعي واشوف اقسم كل حد على العامل المشترك اللي انا طلعته. 35 على 5 فالسبعة. الف على الف فالواحد، والواحد ما بيتكتبش. زائد هنا انزل الزائد زي ما هي دي داخل القوس. بعد كده 10 على 5 فالاتنين. ألف أس 3 على ألف أطرح الأسس. 3 ناقص 1 ب2 يبقى ألف أس 2. يبقى 2 في ألف إيه؟ أس 2. طيب نروح بعد كده. عندي 16 صاد أس 3 ناقص 4 صاد. أنا كده عندي أعداد وعندي رموز. يبقى أنا آخد إيه؟ أشوف العدد اللي يقبل عليه العددين اللي موجودين عندي، وأشوف الرمز اللي أقل أسا واخده. طيب أنا عندي الأربعة هنا تقبل الاسم على الأربعة، وال16 تقبل الاسم على الأربعة. إذا يبقى الأربعة عندي هي العامل المشترك، والصاد هي الأقل أسا، يبقى 4 صاد هي العامل المشترك. بعد كده أعمل إيه؟ خلاص حفظنا. آخد الحد ده 16 على 4 فالأربعة. صاد أس 3 على صاد، صاد أس 2. بعد كده سالب تنزل سالب زي ما هي. 4 صاد على 4 صاد بواحد. نروح للسؤال اللي بعد كده. عندنا س في أ زائد ب ناقص صاد في أ زائد ب. لو بصينا كده انا مش محتاج ادور على عامل مشترك. ليه؟ لان هو هنا مديني قوس اهو ا زائد ب، وهنا مديني ا زائد ب. الحدين الاثنين موجود فيهم ا زائد ب داخل قوس. يبقى اخد القوس المكرر عندي. يبقى اخد ا زائد ب هو العامل المشترك عندي. وبعد كده افتح قوس. اخد الحد ده س مضروبه في ا زائد ب على ا زائد ب. ا زائد ب تروح مع ا زائد ب، يتبقى عندي س احطها جوه القوس. السالب هنا تروح زي ما هي احطها هنا داخل القوس. بعد كده صاد في ا زائد ب على أ زائد ب. أ زائد ب تروح مع أ زائد ب، يفضل عندي إيه؟ صاد أهو. نروح بعد كده لآخر سؤال معانا. بيقول إيه؟ 4 س أس 3 زائد 6 س أس 2 زائد 2 س. يبقى أنا كده خلاص عرفت إن آخد الرموز عندي متشابهة كلها س. تمام. يبقى آخد الأقل أسا. يبقى أنا خدت السين. أروح أدور على الأعداد.
ماشي، عندي 4 وعندي 6 وعندي 2. كل الأعداد اللي موجودة عندي دي تبقى القسمة على الاتنين، يبقى 2 س هي العامل المشترك عندي. يبقى آخد 2 س عامل مشترك وأفتح قوس وآخد كل حد وأقسمه على العامل المشترك بتاعي. 4 على الاتنين فالاتنين. س أس 3 على س تساوي س أس 2. الزائد تنزل زي ما هي زائد. بعد كده 6 على الاتنين فالتلاتة. س أس 2 على س، 2 ناقص 1 بواحد يبقى ايه س بس، يبقى 3 س. بعد كده زائد هنا تنزل زائد هنا. 2 س على س بايه؟ 2 س على 2 س بواحد. احط الواحد واقفل القوس بتاعي. يبقى انا كده ايه؟ عملت التحليل بتاعي باخراج العامل المشترك الاعلى. ودلوقتي بقى نبدأ بداية درسنا، تحليل المقدار الثلاثي البسيط. والنهارده هناخد البسيط، والدرس الجاي هناخد غير البسيط. يعني معنى كده ايه؟ هنقسم الدرس ده على درسين. طب تعالوا نشوف الصورة بتاعت المقدار الثلاثي، وتعالوا نشوف ليه هو سمي بسيط. المقدار الثلاثي البسيط يكون على الصورة س تربيع زائد ب س زائد ج. الب ده أي عدد، والجيم برضك دي أي عدد. طب ليه سمي بسيط بقى؟ علشان معامل السين تربيع بيساوي واحد. لو جينا هنا بصينا كده في الصورة اللي قدامنا دي هنلاقي معامل السين هنا بيساوي واحد، والواحد ما بيتكتبش، عشان كده سميناه ايه؟ بسيط. طيب تاني حاجة نعرفها خطوات تحليل المقدار الثلاثي. طيب أول خطوة إن احنا نفتح قوسين ونحلل الحد الأول والأخير إلى عاملين نضعهم في القوسين. خليك معايا وهتفهم دلوقتي الكلام ده بيتعمل ازاي. ماشي، بس افهم الكلام ده. يبقى أول خطوة نفتح قوسين ونحلل الحد الأول والأخير إلى عاملين نضعهم في القوسين. ماشي. تاني حاجة إن احنا نشوف الإشارات ونضع الإشارات طبقا للقواعد التالية. ماشي، ازاي يعني؟ لو انا عندي اشارة الاخير موجب تكون اشارة الاقواس مثل اشارة الاوسط. يعني لو عندي اشارة الحد الاخير ده موجب زي ما احنا شايفين قدامنا، نبص للحد الاوسط اللي هو ب س ده اللي قدامنا ده، نشوف الاشارة بتاعته. ان كانت سالب يبقى اشارة القوسين الاتنين سالب، ان كانت موجب يبقى اشارة القوسين الاتنين موجب. ماشي، وبرضك هنقول الكلام ده دلوقتي بالتفصيل. ماشي. طيب تاني حاجة، لو كانت إشارة الأخير سالب، إيه اللي يحصل؟ يبقى إشارة القوسين هتكون مختلفين. يقول لي إذا كانت إشارة الأخير سالب تكون الإشارتين مختلفين. طيب أحط أنهي السالب فين والموجب فين؟ أشوف إشارة الحد الأوسط، والكبير فيهم يأخذ إشارة الحد الإيه؟ الأوسط. تمام كده؟ يلا بينا نكمل مع بعض ونفهم أكتر. في ملحوظة مهمة عايزين نقولها، ناخد بالنا منها قوي. قبل تحليل اي مقدار من اي نوع تتأكد من امرين اتنين معانا. الامر الاول اخراج العامل المشترك الاعلى. تاني امر ان احنا نكون مرتبين المقدار او الحدود بتاعتنا، حدود المقدار بتاعتنا تنازليا. متفقين؟ يبقى ملحوظة مهمة، قبل تحليل اي مقدار من اي نوع نتأكد من امرين اتنين: اخراج العامل المشترك الاعلى وترتيب الحدود تنازليا. وهنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي. ناخد مثال بقى عشان نفهم الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. بيقول لي حلل كل من المقادير الآتية. أول حاجة معانا عندنا س تربيع زائد 4 س زائد 3. لو جينا بصينا للمقدار اللي عندي ده هنلاقيه مترتب تنازليا من الكبير للصغير. ادي س تربيع وبعد كده س وبعد كده الايه؟ الحد العدد اللي موجود عندي. ماشي. طيب الحل بتاعنا قلنا هنعمل ايه؟ نفتح قوسين. الحد الاول س تربيع نحلله الى س في س، يبقى في قوس هيكون في س وفي قوس تاني هيكون في س ادام عندي س تربيع. ماشي. طيب كلام جميل. الحد الاخير نبحث عن عددين ضربهم 3 ومجموعهم 4. مش انا عندي هنا الحد الاخير 3، يبقى احنا هندور عن عددين ضربهم يساوي 3 ومجموعهم يساوي كام؟ 4. ليه مجموعهم يساوي 4؟ لان انا عندي الحد الاوسط فيه 4. ماشي. يبقى عندنا ايه؟ هندور على العددين دولت وهم باينين اهو، 1 في 3. بعد كده الاشارة، نشوف اشارة الاخير موجبة، يبقى اذا اشارة القوسين الاتنين تاخد اشارة الحد الاوسط. مش احنا ده الكلام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي في الخطوات؟ طيب تعالوا بقى، يبقى عندنا بقى المقدار هيساوي ايه؟ المقدار بتاعنا لما نعمل الخطوات دي كلها يطلع
س زائد 1 في س زائد 3. أنا فتحت القوسين أهون، وبعد كده حللت س. الحد الأول كان س تربيع يبقى س وس. طب والحد الأخير أحلله لعددين اتنين، ماشي، يكونوا مضروبين في بعض يساووه. يبقى 1 في 3 بتساوي كام؟ بتساوي 3، بس مجموعهم شرط يكون بيساوي ايه؟ الحد الأوسط. 1 زائد 3 يساوي 4. فهمنا الكلام ده؟ والإشارات وقاعدة الإشارات اللي احنا لسه قايلينها. طب ناخد مثال كمان، ناخد مثال كمان. مثال 2. عندي أنا هنا س تربيع ناقص 7 س زائد 12. نعمل ايه؟ نفس الخطوات. يبقى الحل بتاعي الحد الأول س تربيع، نحلله لإيه؟ لس في س، ونحط في كل قوس س. طيب وبعد كده الحد الأخير نبحث عن عددين ضربهم 12 ومجموعهم 7 ل7 عشان عندي الحد الأوسط في 7. كلام جميل؟ طيب تمام. طيب نيجي هنا ايه العددين اللي ممكن نضربهم في بعض يساوي 12 وفي نفس الوقت مجموعهم يساوي 7؟ 3 في 4. برافو عليكم. ماشي. طب بعد كده نبص ايه للاشارات. عندنا اشارة الاخير موجبة، يبقى اذا القوسين الاتنين هياخدوا اشارة الحد الاوسط. وهنا الاشارة ايه؟ سالب. كانت هنا موجب القوسين كانوا موجب، هنا سالب يبقى القوسين الاتنين يبقوا سالب. يبقى تالت خطوة الإشارة. إشارة الأخير موجب، إذا إشارة القوسين سالب زي الأوسط. يبقى المقدار عندنا هيساوي إيه؟ المقدار عندنا هيساوي س في س. أدي حللت س في س، وسالب 3 عشان هنا إشارة الحد الأوسط سالب، هنا سالب وهنا سالب. 3 في 4 ومجموع الاتنين يساوي كام؟ سالب 3 وسالب 4 بسالب 7. خلاص؟ كلام جميل. يلا ناخد بقية الصور التالتة والرابعة. أتمنى ليكم يا رب دايما كل التوفيق والنجاح، وإنكم تبقوا متفوقين ومن الأوائل. ومتنسوش دلوقتي إنكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نكمل درسنا. الصورة التالتة اللي معانا س تربيع زائد 3 س ناقص 10. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان اشارة الحد الاخير هنا سالب، صح؟ يبقى اذا اشارة القوسين الاتنين مختلفين. تمام، بس هنتبع نفس الخطوات. طيب الحل اول حاجة يبقى احنا هنحلل الس تربيع الى س في س. تاني حاجة نشوف عددين ضربهم 10 وطرحهم 3، يبقى نبحث عن عددين ضربهم 10 وطرحهم 3، واكيد الاتنين في 5. بعد كده الخطوة التالتة الاشارات، وناخد بالنا من الاشارات. اشارة الاخير ايه هنا عندنا؟ اشارة الاخير سالب، يبقى اذا اشارة القوسين مختلفين. طيب اشارة القوسين مختلفين، يبقى الاشارة الموجبة هتروح للايه؟ هتروح للاكبر. ليه؟ علشان هي اشارة الحد الاوسط، تروح للايه؟ للاكبر. والرقم الأكبر 5 يأخذ إشارة الأوسط اللي هي موجب. يبقى إذا المقدار عندنا هيكون إيه؟ س زائد 5 في س ناقص 2. طيب نروح للصورة الرابعة والأخيرة معانا، وبعد كده بقى ناخد تدريبات وأفكار متنوعة نحلها على الدرس بتاعنا. الصورة الرابعة معانا أكيد إشارة الأخير سالب وإشارة الحد الأوسط سالب. عندي ص تربيع ناقص 4 ص ناقص 21. هنعمل ايه؟ نفس الخطوات. يبقى الحد الأول هيبقى عبارة اللي هو ص تربيع، يبقى عبارة نحلله لص في ص. وبعد كده نروح ندور على عددين حاصل ضربهم 21 وطرحهم 4. ليه؟ علشان الحد الأوسط في 4. بعد كده تالت خطوة ايه؟ الاشارات. اشارة الاخير سالب، يبقى اشارة القوسين مختلفين. واشارة الاكبر ياخذ ايه؟ ياخد. طيب احنا عندنا العددين اللي حصل ضربهم 21 وطرحهم 4 ايه؟ 3 في 7 ب21 وطرحهم 4. يبقى اشارة الاكبر اللي هي السبعة ياخد ايه؟ ياخد اشارة الحد الاوسط اللي هي سالب. والرقم الأكبر 7 يأخذ إشارة الأوسط اللي هي سالب. يبقى إذا المقدار عندي هيكون
صاد ناقص 7 في صاد زائد 3. كلام جميل. يلا بقى ناخد أفكار متنوعة نحلها ونأكد كل الكلام ونفهم كل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. ناخد بعض أفكار المسائل اللي ممكن تجيلنا. وأول فكرة معانا بتقول حل مقدار 6 زائد س تربيع زائد 5 س. لسه قايلين ايه من شوية في الملحوظات اللي احنا قايلينها، أو الملحوظة بتاعتنا اللي احنا قايلينها، اللي احنا لازم يجيلنا مقدار عندنا لازم نرتبه أو يكون مرتب لوحده. طيب نبص للمقدار بتاعنا ده مترتب؟ لا، يبقى احنا لازم نرتبه ايه؟ تنازليا من الكبير للصغير. يبقى أول حاجة في الفكرة بتاعت السؤال ده هو ترتيب المقدار. يبقى أول حاجة نرتب المقدار، نرتب المقدار ونرتبه ايه؟ تنازليا. يبقى يساوي ايه؟ س تربيع زائد 5 س زائد 6. وبعد كده نتبع نفس الخطوات اللي احنا لسه قايلينها. نيجي نبص للصورة اللي موجودة معانا. إشارة الأخير ايه؟ موجب. يبقى إذا إشارة القوسين الاتنين تاخد إشارة الحد الأوسط. طب إشارة الحد الأوسط ايه؟ موجب. طب كلام جميل. خلصنا من الإشارات. نشوف أول حد معانا س تربيع، يبقى س نحلله لس في س. وبعد كده نشوف نشوف الحد الأخير، ندور على عددين نضربهم في بعض ويساوي الحد الأخير يساوي 6 ومجموعهم يساوي 5. هما ايه؟ الاتنين في 3. يبقى إذا القوسين بتاعي، إذا المقدار عندي يساوي، نفتح القوسين بتوعنا اهو، فتحنا القوسين. كلام جميل. وبعد كده أدا س وس، وبعد كده الإشارات تبقى موجب وموجب علشان إشارة الحد الأوسط موجب. خلاص. وايه اللي خلانا ناخد اشاره الحد الاوسط الاتنين موجب؟ علشان اشاره الحد الاخير ايه؟ موجب. فبناخد اشاره الحد الاوسط للقوسين الاتنين. طب بعد كده ندور على عددين حاصل ضربهم يساوي الحد الاخير. 2 في 3 ومجموعهم يكون بيساوي 5. يبقى 2 في 3 على طول. يبقى 2 و3 كده. يبقى انا ايه؟ عملت تحليل للمقدار الثلاثي البسيط. طيب حلل المقدار 7 س أس 3 ناقص 4 س تربيع ناقص 21 س. ايه ده؟ ده انا كده ايه؟ ده انا مش ده صورة المقدار الثلاثي البسيط اللي انا واخده. طب اعمل ايه؟ انا في الحالة دي عندي المفروض يبقى في ج في الاخر اللي هو عدد بس. طب هنا في س معاه. ايوه. فاكرين الملحوظه برضك اللي احنا لسه قايلين؟ احنا قلنا ملحوظتين اتنين: الترتيب، وقلنا ايه؟ اخراج العامل المشترك. فلازم ناخد العامل المشترك الاعلى الاول وبعد كده نحلل المقدار الثلاثي البسيط بتاعنا. يعني هناخد ايه دلوقتي؟ نيجي نبص اللي عندي هنا. هناخد في الرموز، عند الرموز متشابهه س، يبقى اخد اقل اسا، يبقى ناخد س في الرموز. طب وبالنسبه للاعداد هاخد ايه؟ انا عندي هنا 14 وعندي هنا 7 وعندي هنا 21. إذا التلاتة دولت السبعة والأربعتاشر واحد وعشرين يقبلوا كلهم القسمة على 7. السبعة تبقى القسمة على 7 والأربعتاشر تبقى القسمة على 7 والواحد وعشرين تبقى القسمة على 7. يبقى العامل المشترك الأعلى عندي هيكون إيه؟ 7 س. يبقى نخرج العامل المشترك. 7 س، وبعدين أفتح قوس، بعد كده اقسم كل حد من الحدود دي على العامل المشترك. 7 على 7 فالواحد، وس أس 3 على س بس أس 2، وهكذا زي ما احنا اتعلمنا دلوقتي. يبقى س أس 2 الإشارة السالب تنزل زي ما هي. 14 على 7 فالاتنين، وس أس 2 على س فالسين، و21 السالب تنزل زي ما هي. 21 على 7 فالتلاتة، وس على س فالواحد. بقى اصبح عندي اهون ادي 7 س، نسيبها بقى زي ما هي على جنب كده. ونيجي عندنا اهون ادي الايه؟ المقدار الثلاثي البسيط بتاعي س تربيع ناقص 2 س ناقص 3. عندي اشارة الاخير سالب، يبقى اشارة القوسين الاتنين مختلفين. طيب كلام جميل. والكبير ياخد اشارة الحد الاوسط اللي هي سالب. طيب انا هدور على عددين. اول حاجه نحلل الحد الاول، احنا خلاص حفظناه، س تربيع س في س. يبقى افتح قوسين واحلل الحد الاول، س تربيع يبقى س في س. ادور على عددين ضربهم حاصل ضربهم يساوي كام؟ 3. وطرحهم يساوي كام؟ يساوي 2. يبقى عباره عن ايه؟ 1 في 3. يبقى يساوي
7 س تنزل زي ما هي، افتح القوس بتاعي القوسين بتوعي، يبقى ده س س وس، ماشي. وبعد كده إشارة الكبير اللي هي السالب بتاعة الحد الأوسط -3، أقفل القوس، والقوس التاني ياخد إشارة الموجب لأنهم مختلفين، وأكتب القوة الصغير اللي هو 1. نركز مع بعض بقى في الفكرة التالتة اللي معانا دي. بيقول لي حلل المقدار س أس 2 زائد 7 س ص زائد 18 ص أس 2. خلاص. طب أعمل إيه في الحالة اللي زي دي؟ هعمل زي ما اتعلمت بالظبط بالخطوات. هتقولي طب في هنا هون في عندي مع العدد الأخير في صاد، وفي الحد الأوسط صاد س وصاد. هعمل إيه؟ طب أحلل بإخراج العامل المشترك؟ لا مش هعرف. ليه؟ لأن الرموز عندي هنا مختلفة. طيب اعمل ايه في الحالة دي؟ وكمان الاعداد اللي عندي 1 و7 و18 مفيش حاجة بينهم مشتركة تبقى الاسم على بعض. طب اعمل ايه؟ هحلل بالطريقة بتاعتي العادية خالص. ليه؟ هو هنا لازم اداني في الاخر مع العدد الاخير او الحد الاخير اداني رمز تربيعي علشان اقدر اقسمه على ايه. يبقى انا هدور اقسمه على القوسين الاتنين صاد وصاد، ماشي. وبعدين ادور على عدد، ماشي، حاصل ضربه يساوي 18، ماشي. وفي نفس الوقت يكون طرحه يكون بيساوي كام؟ يساوي 7. العددين الاتنين طرحهم بيساوي 7. يبقى انا كده افتح قوسين يساوي، هحلل السين تربيع س في س. طيب والحد الاخير اعمل فيه ايه؟ احنا اشارة الاخير سالب، يبقى اشارة القوسين مختلفين، والكبير ياخد اشارة الحد الاوسط اللي هي موجب. طيب ندور على العددين حاصل ضربهم 18، يبقى كام؟ 2 في 9. والصاد تربيع تتحلل لصاد في صاد بكل بساطة. يبقى احنا عملنا ايه كده؟ نعيد تاني مع بعض. يبقى انا اول حاجة حللت السين تربيع لس في س، فتحت قوسين اهو. وبعد كده السين تربيع س في س. وبعد كده ادور على على عددين اتنين حاصل ضربهم بيساوي كام؟ 18. 18 يبقى الاتنين في 9. خلاص. والصاد تربيع بردك تتحلل تبقى صاد في صاد. انا عندي 2 في 9 وصاد في صاد. وبعد كده الاشاره الاخير سالب، يبقى اشاره القوسين الاتنين مختلفين. طب اشاره الكبير تروح ايه؟ موجبه. يبقى الكبير هنا ايه؟ 9 صاد، يبقى هو اللي ياخد الموجب اشاره الحد الاوسط، والتاني تاخد اشاره الايه؟ السالب. فهمنا الكلام ده؟ اتمنى من الله ان احنا نكون فهمناه. نروح بعد كده للفكره الرابعه معانا. بيقول اذا كان عندي س ناقص 5 أحد عاملي المقدار س تربيع ناقص 7 س زائد 10. يبقى أحد العوامل بتاعة المقدار ده س ناقص 5. يبقى أنا عندي مديني قوس وعايز القوس التاني، فأوجد العامل الآخر. أوجد الإيه؟ العامل الآخر. يبقى أنا عرفت قوس وعايز أعرف القوس التاني. طيب أنا حللت عندي الس تربيع إيه؟ لس في س. والحد الأخير يبقى كام؟ هو مديني هنا 5، يبقى على طول عشان إيه اللي يساوي إيه؟ يبقى يساوي 2 على طول. 10 على 5 تساوي 2. طب إشارة الأخير موجب، يبقى إشارة القوسين تاخد إشارة الحد الأوسط، الاتنين يكونوا إيه؟ سالب. يبقى إذا المقدار عندي هيساوي س ناقص 5 اللي هو مديهولي أهون. القوس التاني هيبقى عبارة عن س ناقص 2. وناقص ليه؟ لأن إشارة الحد الأوسط سالب، وإشارة الأخير موجب بتخلينا ناخد إشارة الحد الإيه؟ الأوسط للقوسين الاتنين. يبقى الحد أو العامل الآخر هو إيه؟ س ناقص 2. يبقى العامل الآخر هو س ناقص 2. بيقول لي أوجد قيمة ب اللي هنا دي التي تجعل المقدار الآتي قابل للتحليل، ماشي. يبقى أنا عندي س زائد ب، س تربيع زائد ب س ناقص 8. أعمل إيه في الحالة اللي زي دي؟ نفس الخطوات اللي إحنا اتعلمناها. ب الفرق بين عددين ضربهم 8، صح ولا لأ؟ ما إحنا عارفين الكلام ده أهو. هنحلل لقوسين اتنين، السين تربيع تحلل لس وس. طيب وأنا عايز دلوقتي العدد ده اشوف عددين يبقى حاصل ضربهم 8، بس في نفس الوقت يكون جمعهم ايه او طرحهم ايه؟ يساوي ب. يساوي ب. طيب العددين اللي اضربهم في بعض يديني 8، 1 في 8 وكمان ايه؟ 2 في 4، ماشي. يبقى انا كده هيبقى عندي احتمالات للب دي انا مش عارف. يبقى اكتب جميع الاحتمالات اللي ممكن تطلع معايا ازاي. يبقى انا اول حاجه نفهم مع بعض كده، الب هو الفرق بين عددين ضربهم 8، صح ولا لا؟ طبعا صح. طب ايه الاعداد اللي ممكن تساوي 8؟ 2 في 4 بتساوي 8. خلاص. الفرق ما بينهم كام؟
4 ناقص 2 يساوي 2. يبقى الب دي ممكن تكون موجب أو سالب 2. ماشي، ما أهو، يبقى طرحهم يساوي 2. طيب التاني، الاحتمال التاني 1 في 8 يساوي كام؟ يساوي 8. طرحهم بيساوي كام؟ يساوي 7. يبقى أنا عندي احتمال إن ممكن الب دي تكون زائد أو ناقص 2، وممكن تكون زائد أو ناقص 7. يبقى إذا الب ممكن أن تكون زائد أو ناقص 2 أو زائد أو ناقص 7. ولو كان عندي في احتمالات تانية لرقم هو مديهولي أكتبه، وأكتبه هنا بردك في الإيه؟ في الإجابات في مثل هذه الإيه؟ الأفكار. أنا بشكر كل واحد دعمنا بإنه إن كان عمل لايك للفيديو أو اشترك بالقناة، وده شيء متوقع منكم وده شيء إيجابي، وأتمنى يا رب إن احنا نكون عند حسن ظنكم.